السلام عليكم، مرحبا بكم معايا في فيديو جديد اللي غادي نشارك معكم المقروط. كيجي معلك وكيجي هشيش، وصفه ناجحه 100%. غادي نحتاجو فيها جوج زلايف نتاع السميده رقيقه اللي هي هذه. راني قربت لكم الكاميرا باش تشوفوا. راني خليت لكم المقادير بالغرام مكتوبين في الفيديو. غادي نزيد زلافه واحده من السميده الغليظه اللي هي هذه، كتكون خاصه بالمقروط. درت هنايا معلقه صغيره نتاع الملحه. صافي غادي نزيد الزبده والزيت. بالنسبه للزبده حتى ذوبتها عاد عبرتها. درت هنايا نص زلافه وغادي نزيد ليها ربع كاس نتاع الزيت، يعني فاش عبرتها عطات لي 230 غرام. صافي دابا غادي نخلط مزيان. كنخلط مزيان الزبده والزيت مع السميده حتى تشرب ليا. صافي من بعد كنجمع السميده بحال هكا بيديا، كتلقاوها صافي تجمعات، يعني صافي راه شربات الزبده والزيت اللي درنا ليها. دابا غادي نغطيها وغادي نخليها ليله كامله حتى الصباح. عاد غادي نزيد ليها المكونات الاخرى. في الصباح كنزيد ليها معلقه كبيره نتاع الفرينه، كتلقاوها بحال هكا، يعني راه كتلقاوها شويه، يعني الزبده صافي جمدات. صافي كتزيدوا ليها معلقه تاع الفرينه وبياض بيضه. هاد المعلقه نتاع الفرينه كنديروها باش المقروط من تجيو تقليوه يعني ما غاديش يتفرتت لكم. المهم من احسن البنات المبتدئات من احسن انهم يضيفوا هاد المعلقه نتاع الفرينه وبياض بيضه. زدت نص زلافه نتاع مزهر، يعني كاس ونص، ونص زلافه نتاع الماء العادي، يعني كاس ونص. صافي كنبقاو نضيفو شويه بشويه بحال هكا، كنبقاو نخلطو بيدينا، يعني غير كتخلطو كتجمعوها ماشي كتعجنوها بحال اللي كتحضروا الحرشه. صافي هنايا زدت زلافه اخرى نتاع الماء. مهم راني كتبت لكم المقادير في الفيديو: نص زلافه تاع ما زهر ونص زلافه نتاع الماء العادي. هنايا خديت التمر انا فورته، درت ليه معلقه صغيره نتاع مسكه الحره، جوج معالق كبار نتاع الجنجلان، معلقه صغيره نتاع القرفه، وزوج معالق كبار نتاع ما زهر. الا بغيتو ديروا التمر اللي كيتباع جاهز يعني نتاع المقروط تقدروا ديروه. المهم انا درت هذا في الدار، غير كتفوروه وكتطحنوه. صافي كنخلط مزيان. تقدروا تزيدوا اللوز مهرمش. المهم انا اكتفيت غير بهاد المكونات. هنايا عبرت لكم العجينه 32 غرام. وبالنسبه للتمر، العجينه نتاع التمر درت 5 غرام. مهم من احسن ما تفوتوش هاد القياس اللي عطيت لكم باش ما يطرطقوش لكم ملي كتكونوا كتقليوهم. صافي انا خديت هاد الطابع غادي نطبع به. صافي كنطبع مزيان بحال هكا، كنضغط عليها بيديا باش تخرج لي هاد الرشمه. بالنسبه للكميه الثانيه انا غادي ندير هاد الشكل المعروف في المقروط. كندير المعجون تاع التمر كنديرو بحال هكا في الوسط وكنجمع من الجوانب. حاولوا تغطيوها مزيان باش ما تخرجش لكم. صافي كنقادها كنقطعها. المهم درتهم صغار. بالنسبه للحجم واش ديروهم صغار ولا كبار داكشي كيبقى على حسب الرغبه ديالكم نتوما، اللي يعني ديروا داكشي اللي كيعجبكم. المهم انا هنايا خديت هاد النقاش اللي غادي ننقش به. صافي انا درت هاد التزيين هذا. المهم انا عطيت لكم شي حاجه سهله. صافي كتكون بحال هكا. المهم بالنسبه للشكل الثالث انا خليته بحال هكا، يعني غير كورتهم بيديا ما طبعتهم ما والو. دابا غادي نقليه. سخنت الزيت. من احسن نهزو بحال هكا بالفرشيطه باش ما يخسرش الشكل ديالو. صافي دابا غادي نخليه حتى كيطيب، يعني حتى كياخد اللون الذهبي. عاد كنحيدو.
كنحطو في العسل ما زدت ليها حتى شي حاجه، والعسل كتكون بارده حيت فاش كتحطو فيها المقروط سخون راه هي كتطلق. هنايا غادي نقلي الكميه الثانيه اللي درتهم بحال هكا، يعني شكل كويرات. صافي هنايا من بعد ما كملت الكميه اللي عندي كامله. بالنسبه للتزيين انا هنايا زينت بالورد، وهادو زينتهم بالجنجلان والورد، وهادو زينتهم بلوز ايفيلي ودرت لهم الورد. المهم التزيين راه كيبقى على حسب الرغبه ديالكم. غادي نقسم لكم وحده باش تشوفوا كيفاش جا من الداخل، كيجي هشيش وكيجي معسل. وصفه ناجحه 100%. نتمنى تجربوها تنال الاعجاب ديالكم. صحه وراحه.